لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. بەڕێزان خۆشحاڵم لەوانەی 955 لەوانەکانی تەفسیری قورئانی پیرۆز بێمەوە خزمەتتان بە مەبەستی ڕەزامەندی رب العالمین و هیوادارم ئێوەی ئازیز سوودی لێوەربگرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. بەڵێ خۆشەویستان، هل سياق وآتانك رب العالمين بازلا موقف هەڵوێستی مسلمانان دەکات لە بەرامبەر دوژمنەکانیان کاتێکەوە لە ئاتەکانی پێشووتر خوای گەورە هانیدان بۆی کەوە لەگەڵ کافرەکان ئەوانەی کەوە عادوپەیمان دەشتێن پێویستە زەربەچیان لێ بدرێ کەوە ببنە عیبرەت لە بۆ غەیری خۆشیان و ئەوانەی عادوپەیمانتان لەگەڵیان هەیە ئەگەر نیشانەی ویان لێ بەدیار کەوتێ و لێیان دەترسن کە خیانەت بکەن ئەوە ڕای بگەین کەوە عهد و پەیمان لە نێوانماندا نەما پاشان ئەو جاهانی دایم بەگشتی خۆ پڕچەک بکەن ئەنواعی وەسائل و هۆکارەکانی خۆ ئامادەکردن لە بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی دوژمنانتان خۆتان پێقایم بکەن. اینجا لەگەڵ ئەوەش وەکوتمان ئەو خۆ پڕچەکردنەش لە بۆی کەوە ئەوان دەست لە شەڕانجێزی هەڵبگرن. وئین جەنەحوا لیسسەلمی، ئەگەر ئەوان بەرەو سلم هاتن بەرەو ئاشتی هاتن داوای ئاشتەواییان کرد فەجنەح لەها، ئەتوش بەرەو سلم و ئاشتەوایی بڕۆ وتەوەکەل عەلی الله، تەوەکل لەسەر الله تەعالی بکە. إنه هو السميع العليم، هەر ئەو زاتەی السميع العليم. وإن جنحوا أي مالوا وانقادوا، وإن جنحوا وتكافركان الكفار المحاربون، وكل لا تفسير سعدي دله لقاسمش دله أي مالوا وانقادوا كواتا أجر كافر محاربة كان سكولير دا شر لقى شيء ذا كافر محاربة أجر أوان مالوا وانقادوا ميلي أوان كردوا ملكزبون لبوي كوابين صلح بكن وإن جنحوا للسلم للسلم يعني للسلم بهردو قراءتها طبعا بكسر السين وفتحها بهردو قراءتها للسلم للسلم أي بهردو شان بمعنى سده أي الصلح والاستسلام كاتك وأوان ميل أوان كردو برو صلح برو تسليم بون هاتن بوقوع الرهبة في قلوبهم بمشاهدة ما بكم من الاستعداد واعتاد العدة إلى قبعات كيف يشتري وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل كديتيان أنجو بوشوي خوتان آماده كردية لبو قتال كردن لقل أوان إيتر أوان ميلي صلح كردن يان كل لقل أنجو استعدادي أوان نشانك وصلح بكن فجنح لا أتوش طبعا ميلي أو بكك وصلح كان لقل بكي. وكل محرر عبر عن جنوحهم بإن وإن جنحوا للسلم وإن تفرمي كاتك خواهي سبحانه وتعالى إني بكار هنا التي يعبر بها عن المشكوك في وقوعه كواتا إن كاتك بكاردين دري لبو حالتك لبو رداوك شكو قمان هي روبدا، يعني يان وذكن يان وناكن أو ما من شأنه ألا يقع، يعني لبو اشتك بكارديك وعادة أشترونا دا برام أجر رويدا للإشارة إلى أنهم ليسوا أهلا لاختياره لذاته، أو إشارة لبوك أن أصلا أوان يهندينين داوي صلح بكن هل أصله أوان شرانجية زنو حزن لا صلح نية، وأنه لا يؤمن أن يكون جنوحهم إليه كيدا وخداعا. كواتا الأصل طبيعة ديدني كافران أو نيك وصلح لقل أهل الإسلام كان كواتا كدشي كان لجير أمري واقع وزختي أمري واقع لو أنا لبو أوي بكوا لجير وجير بجيري ما بس يعني خداع ما بس يعني هالخلطان بنبي أقادار به بلام لقل أوش وإن جنحوا للسلم ظاهرا ونشان داو ميلي أو ينهبو ملكزبونو هاتنا بيجلو كصلح بكن أتوش فجنح لها
أي فمل إلى موافقتهم وصالحهم وعاهدهم وكلا قاسمي دركات أتوج ميلي أود بي أتوج بتي موافقهم كي لصلحكي مصالحان لقلبك عهد بيمان بستي وإن قدرت على محاربتهم أقلت وأنا شداها بحربيان لقلبك أو هر ما دام أوان ميل صلحيان هي أتوج صلحيان لقلبك لأن الموافقة أدعى لهم إلى الإيمان لبروي مسألة هي أتو دتواني ده صلاة هي وخد برتسك دتواني بس ريشتان الظالم بعد ما ميل الصلحيان هي أتجبر صلحيان لقلبك لبروي لو صلحي كلقليان دكي أو زياتر ده بتماي أو كواوان بين برو إيمان بقرينوا ولهذا لما طلب المشركون عام الحديبية الصلح كاتك ولا صالح حديبية مشرك كان داواي صلحيان كلا بيغمبر صلى الله عليه وسلم لا حديبية ووضع الحرب بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين وهروها أوان طبعا اختراح ينكركوا لنيوان أوان وبيغمبر صلى الله عليه وسلم نوصل آشتوائيها بي وشر نبي أجابهم إلى ذلك بيغمبر صلى الله عليه وسلم قبولي كر مع ما اشترطوا من الشروط الأخرى سندي مجد كشيان دانا كوا زورك لأصحاب خوان لرسبيان ناخوش بو والله بيغمبر صلى الله عليه وسلم قبولي كر وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله بل أتوش أو ميلته بلا بالصلح توكلز لسر خوابك أي لا تخف في الصلح مكرهم لواش ما ترسيتك قلت ما لواني أوان كاتك وميلي صلحيان هي واني شان كداني صلح بكن ما بس يعني كيدو بيلان وخداع بي أتو صلح كان لقلبك توكلز لسر خوابي فإنه يعصمك من مكرهم الله تعالى دت بارز لكيدو بيلان أوان وكل تفسير السعد دلي فاجنح لها وتوكل على الله أي أجبهم إلى ما طلبوا دعوة كان زيبك وصلحيان لقلبك متوكلا على ربك توكل لسد پروردگار توكل لسد پروردگار سبحانه وتعالى والتوكل على الله لبروي فإن في ذلك فوائد كثيرة وراستي كاتك وأوان ميل الصلح نشان ددن أتوش توكل لسر خوابي وميل الصلح بك لقليان لبروي تسندين فوائد تدا لوانا أن الطلب العافية مطلوب كل وقت وكو بيغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية داوي روبونو ما كان لقل دجمنا تمنى ما كان تأوال أخواب كان لعافية دابن واتا لسلموا لعافية دابن لأشتوائي دابن إن زاد له كاتك وان داوي صلحيان كاتش صلحيان لقلبك تسندين فوائد دلوانا لبروي در الطلب عافيات أو الدواكاري هم كاتيكا فإذا كانوا هم المبتدئين في ذلك كان أولى الإجابة أجر بثابت كاتيكا ودجمنان داوا كر آشتواي بكين كواتا أمش ولاميان دينو إمش حزما لعافية حزما للشرنية ومنها أن في ذلك إجماما لقواكم وهروها كاتيكا وآشتواي دبي لنوان مسلمانان وكافران وتصلح دبي عهد بيمان دبي والشر نابي دبي تماي ويكوا أو قوتي إيمان داران باريزراو بي بهدر نسي واستعدادا منكم لقتال في وقت آخر وهل ما كادك ما دام صلح وقتال أو وقت فرصتك لبو إيمان داران زياتر خوان آماده ذكا لبو كاتشكا أجر الشر يان بسدا بسابيندري ومنها أنكم إذا أصلحتم وأمن بعضكم بعضا كاتك ولا قال يكتري صلح ذا كانوا ليكتري أمين دبن وتمكن كل من معرفة ما عليه الآخر وهردلا زياتر يكتريان لورون دبي توبزان داخل سرت سواقع ومنهزكن فإن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه أقل الإسلام بقري لا مسلمان بقري أو منهزي إسلام بطبيعة حال يعلو ولا يعلى عليه أو برز دبيته اشتيقني بس الإسلام ده برز بيته بطبيعة حال حتى سلم آشتواي بي لمصلحة دعوة إسلامية وخلق بعام قبولي دكا فكل من له عقل وبصير إذا كان معه إنصاف فلا بد أن يؤثره على غير من الأديان لبروي هركسك كاتك والدعوة بو حقتي خوي لي بقرين بابلين ري خوي بقري تبرو أو قرآن السنة بيان بكري لبو خلشي أو عقلي هبي وبرتسابي روم بيتن أجر إنصافي هبي إسلام هذا بجيري لصار غير خوي لحسنه في أوامره ونواهيه
فەرمانەکان و قەدەغکراوەکانی سەندەشتی جوانە وحسنه في معاملته للخلق والعدل فيهم و هەروەها تەعاملکردنی خەڵک لەگەڵ یەکتری خی گەور کوڕێنماییمان دەکات کوڕێنماییمان دەکات بە شێوەیەک عەدالەت بین لەگە هەموو شتێکدا و بە هیچ شێوەیەک ظلم و جەوری تێدا نیە فحينئذ يكثر الراغبون فيه والمتبعون له کاتە لە حاڵەتی صلح و ئاشتەوایی و ئەگەر لێ بگەڕن دعوە مەجرای خۆی بگریتە بەر بالتأكيد خەڵکانێکی زۆر بەرەو ئەو دعوەیە دێن و ئەو دینە و ئەو منهەجەیان قبولە ئیتر فصار هذا السلم عونا للمسلمين على الكافرين ئیتر بەڕاستی سلم لە نەتیجەدا دەبیتە یارمەتی دەرێک لە بۆ ئیمانداران لە دژی کافران دەبیتە مایەی زۆربوونی ڕەسیدی مسلمانان لە بەرامبەردا کەمبوونەوەی ژمارەی کافران. ئیتر فتەوەکەل على الله إنه هو السميع توكل لسر الله تعالى بلوري الله تعالى السميع واتلي أقوالهم توكل لسر خوابي بلوري الله تعالى سميع أقوال أوان دبيستي أو بأشكرا بنهيني باسدكن العليم أي بأحوالهم وهروها آقادار بهم حالكان فيؤاخذهم بما يستحقون توكل لسر خوابي خواهي يقول آقادار بدبيستي ديان بيني وآقاداري أنا مستحق بن بتسي خواهي يقول أوان لقى الله رفتار ذكا ويرد كيدهم في نحرهم فيلو كيدو بيلاني أوان بس الأخوان دا الشيء وكل محرر دلي كاتك خواهي يقول دفن إنه هو السميع العليم إنه هو دلي أو صيغي قصرة تنهى هر أوى السميع العليم استا مخلوق كان وكو إنسان سمعي هي سميع برام السميع نية علمي هي برام العليم نية السميع العليم تنهى الله تعالى كوا بابرين سميع بمعنى كلمة وكو عبد الرحمن بن ناصر السعد دلي يسمع جميع الأصوات بجميع اللغات بمختلف الحاجات كوات خواهي سبحانه وتعالى همو دنگ كان دبيستي بهمو دنگ كان بهمو لغات كان تيدغا بهمو اشتان لي داوا كان خواهي يقول بي آقادار العليم بهمو اشتش آقادار علمي إنسان وسمعي إنسان وبصري إنسان وهمو أواني مخلوقين محدودة طالما إخواهي يقول سبحانه وتعالى كماله للسميع والعليم كوات إنه هو السميع العليم بصيغي قصر السميع العليم هر أوى وطريقة القصر في إفادة قصر معنى الكمال في السمع والعلم كوات خواهي يقول سبحانه وتعالى كماله لصفة السمع وعلم فهو سميع منهم ما لا تسمع كوات الله تعالى أوشتاني لدبيس كأتناي بيستي ويعلم ما لا تعلم واشتان لدزان كأتناي زاني وقصر هذين الوصفين بهذا المعنى الله تعالى عقب الأمر بالتوكل عليه كوات الأدواء كوخواهي يقول فرموي توكل لسر الله تعالى بك أوزل برو السميع العليم يفضي إلى الأمر بقصر التوكل الله على غير كوات هر أو ذات الشان توكل لسر بكي خود تسليم بكي هر أو السميع العليم وباقي أسماء وصفات كان كيه كوا شاني أو توكل لسر بكي فاشان هل محرر دل أو آتوا إن جنحوا للسلم فجنح لها على تفضيل السلم على الحرب كواتا أو آتا بلقي لسر كوا من حيث المبدأ برا السلم آشتواي تفضيل ذكر لسر حرب وقتال بشرتك إذا جنح العدو لها كاتكوا دجمن بيويتن برو سلم بي اما سلم هالله بجيرين ايثارا لها على الحرب التي لا تحصل لذاتها كواتا اما السلم بس الحرب هالله بجيرين لبروي اصلا حرب مقصود نيه لبو ذاتي خوي كحربش ذكر لبوي كوا سلم بيتن كواتا او حرب او قتال كوا اسلام بابلين وكو شريعتك داينا لبو بربابوني اشتوائيه للرجاي او جهاد كوا هندك لدجمنان هي ببيت جهاد واز لشرانجي زينايدا بل هي ضرورة من ضرورات الاجتماع تقدر بقدرها كات أو جهاد أو قتال ضرورتك لضرورة علم اجتماع كوا لبو بيكوجياني خلشي لقال يكتري بلام لقدرت أنا لقدر بيويز ذكره زياتر ناكره كوات قتال لإسلام ده لبو أوي كوا اشتوايي برباب كاتن لبو كسان الشرانجيز كوا غير أو لغة يشتيش كتيناغن بيويز تبو وسيلة بابلين شر أوانو شرانجيزي أوان كوتاي بيبي وكل تفسير سعجل ولا يخاف من السلم ولا يخاف من السلم إلا خصلة واحدة براسل السلم لا أشتواي هيشتيك زي ما ترسينا إلا يكشد نبوه أن يكون الكفار قصدهم بذلك خدع المؤمنين
لەوانەیە ئەوان ئاشتەوایی دەکەن مەبەستیانەوەی مسلمانە هەڵخەڵەتێنن مەبەستیانەوەی کە بە فرسەتی تێبگەن لێ لە دوای ئەوە خوای گەورە سوبحانەهو وتعالە دەفەرمی ئەگەر لەوەی دەترسێکەوە ئەوان هەڵخەڵەتێنن تەئمین بە لەبەرەوەی ئەڵڵا تەعالە کافیە لە بۆ تو وەکو لە وانەیە داهاتوو بە ئیزنی خوای گەورە دێنەوە خزمەت ئاەتی دواتر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.